السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشتركين قناة تجربة محمد لطفي، قسم الموتوسيكلات. عاملين ايه يا رجالة؟ يا رب تكونوا بخير. عايز تعرف الصيانة الدورية تعملها كل قد ايه؟ عايز تعرف امتى تعمل الصيانة الدورية وامتى ما تعملهاش؟ هقولك في الفيديو دوت تعملها امتى. بص يا رجالة، الصيانة الدورية على حسب السواقة بتاعتك وعلى حسب مشيك. ايوه، على حسب مشيك وعلى حسب سواقتك. يعني انت مثلا مش معقولة واحد مثلا بيستخدم المكنة مشاوير شخصية ومشاوير خفيفة كده، زيه زي واحد مثلا شغال بالمكنة وبيحرق له مثلا على الأقل خالص 100 كيلو 120 كيلو في اليوم. يعني كل حاجة بتختلف. فيعني مثلا البلي بتاع العجلتين مادام مشاوير خفيفة كده، كل 6 شهور ممكن تعملها. لان انت كل 6 شهور دي يعني انت ممكن تحرق 1000 كيلو في شهر من شهر لشهر ونص. لكن واحد شغال بالمكنة هيحرق ال1000 كيلو دول في 4 أيام أو أسبوع بكتير. فطبعا على حسب المشي بيتختلف الصيانة الدورية. دي بالنسبة للحاجات اللي بتتشحن. لكن بالنسبة في حاجات تانية لازم الصيانة بتاعتها تبقى فترة قليلة. يعني مثلا على الأقل خالص كل شهر مرة، زي فلتر الهواء لازم يتنضف على الأقل خالص كل شهر أساسي. لأن الفلتر دوت لو ما تنضفش هيكتم لك المكنة وهيبهدلها لك وهيخليك تخش في مشاكل تانية. سلك الدبرياش لازم يتزيد باستمرار. الجنزير لازم يتزيد باستمرار. في حاجات لازم استمرارية بتاعتها كل فترة قليلة. لكن الحاجات اللي التشحيم وكده على حسب المشي بتاعك. يعني انت السلك الدبرياش والفلتر والحاجات ديت مشيت بالمكنة ما مشيتش لازم تتعمل. لان حتى لو المكنة مركونة الجنزير بينشف، سلك الدبرياج بينشف، الفلتر بيتسد من الهواء والتراب. فالحاجات ديت على الاقل خالص كل شهر لازم تشيك عليها. لكن التشحيم بيرجع على حسب السواقة بتاعتك او على حسب استخدامك للمكنة. يعني العجلتين بعكس النص بالبلي الرقبة، مثلا لو استخدام شخصي كل 6 شهور اعمله عادي. مش مادام ما هتظبطهم وتتعمل الصيانة الدورية الصح كل 6 شهور ومتقلقش. لكن لو انت مثلا شغال بالمكنة تقل للنص بكتيرك اوي، يعني كل 3 شهور بكتيرك اوي. لو اتأخرت على المكنة لازم تعمل الصيانة الدورية بتاعتها. يعني الأفضل كل شهرين. لكن 3 شهور يبقى معقول. خلي بالك يعني ما تهملش في الصيانة الدورية وتقول لا يا عم ده انا كل 3 شهور هروح للميكانيكي واغرم لي من 200 ل 250 جنيه، ولا على حسب. مثلا في ميكانيكية يقول لك 150 وفي ميكانيكية يقول لك 100 على حسب. المهم يعني انت ما تستخسرش في المكنة اللي انت شغال بيها. يعني انت الحاجات ديت زي ما بيقولوا كده، اديها تديك، راعيها تراعيك. لما مثلا البليتين مثلا واكس النص تشحمهم باستمرار، صدقني هتحافظ ان الحاجة دي تفضل زي ما هي، بدل ما تبوظ وترجع تجيب قطعة غيار تانية وترجع بعد كده تغير. الحاجة الأصلية تحافظ عليها زي ما هي، تحافظ عليها على قد ما تقدر. لكن المشكلة ان انت ما تجيبش حاجة وتهمل فيها وترجع تقول لا اصل بص ده مش عارف دي وحشة ده ما استحملتش. لا يا باشا، العيب منك انت اللي ما حافظتش عليها وانت اللي ما راعيتهاش. انت فاكر نفسك ان انت عمال تدوس بنزين وتمشي وخلاص وعايزها تفضل مستمرة معاك. ده عيب الشعب المصري، ان هو بيجيب الحاجة ويفضل يهلك فيها ويستخدمها ومش عايزها تقول اي. وهي حتة حديد لازم تتوجع برضو. ما كل حاجة ليها عمر افتراضي. فانت ليه ما تديهاش وتراعيها؟
فنصيحة من أخ ليكوا، حاولوا تهتموا بالصيانة الدورية وربنا يحفظكم يا رب، وأشوفكم دايما بخير، وربنا يطمنا عليكم. ولو عجبكم الفيديو اشتراك ودعم كده ولايك، ولو في أي استفسار حطوا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله.